شرطين في عقد حمزة عبد الكريم من احسن قرارات النادي الاهلي اللي ممكن، او من احسن العقود اللي النادي الاهلي كتبها مع اي نادي في بيع لاعب او شراء لاعب. اول شرط يا باشا جاي بيجي يقول لك ان لازم حمزة عبد الكريم يلعب ماتش او ماتشين على الاقل مع الفريق الاول. ده مبدئيا كده ده لازم اجباري ان انت تلعب حمزة عبد الكريم ماتش او ماتشين مع الفريق الاول، اللي هو اللي بيدربه هانز فليك، اللي فيه يمين يامال ورافينيا والليله دي، يلعبهم. او على الاقل تقدير خالص ان هو يكون بديل، ما يبقاش اساسي. مش هيكون اساسي، يكون بديل. ده رقم واحد. رقم اتنين، الشرط التاني، ما تنساش تعمل لي فولو. صح، ما تنساش انك تعمل لي فولو ده قبل اي حاجه، عشان لسه الرحله بجد طويله قوي معايا ومعاك. بص يا باشا، الشرط التاني جه قال لك ان حمزه عبد الكريم ان لعب 6 ماتشات بس مع اكاديميه نادي برشلونه، اللي هي برشلونه في اللي حمزه عبد الكريم رايحه، يتم تفعيل بند الشراء اوتوماتيك مقابل 5 مليون يورو، زائد 15% من اعاده البيع المستقبليه. شابوه. شابوه بمعنى كلمه شابوه لاي حد يا جدعان في اداره الاهلي. بجد شابوه 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 لاداره التعاقدات في النادي الاهلي. بس كده يا صاحبي، دي كانت اخبار الاهلي معايا النهارده، واخبار حمزه عبد الكريم تحديدا، اللي هيكون عليه السبوت لايت كبير جدا الفتره اللي جايه دي. بس كده، انا وصلت معايا، ما تنساش فولو لايك كومنت.